واش فايت لك درتي كيكه ومن خرجتيها من الفران لقيتيها كي الحجره، ولا لقيتيها مفشوشه وما تنفخاتش معاك؟ السبب كاين سبب واحد، وهو انك ما كتعرفيش كيفاش كتخدم هذه. اي خميره الحلويات ما كتعرفيش كيفاش تستعمليها. واش خميره الحلويات واش هي خميره الخبز؟ واش كاين فرق ما بين الخميره الكيماويه والخميره الطبيعيه؟ واش فين هو المشكل اللي كيطيحوا فيه بزاف ديال الناس بلا ما يعرفوا؟ بقاي معايا 2 دقائق وغادي تفهمي كلشي. خميره الحلويات اللي كنسميوها بالفرنسي لوفور شيميك هي واحد الماده بيضاء صغيره لكن فيها واحد القوه هائله. من كنديروها العجينه وكندخلوها للفران كتبدا تطلق واحد الغاز اللي سميتو ثنائي اكسيد الكربون، بحال واحد الفقاعات ديال الهواء، وهذا هو اللي كيخلي الكيكه تنفخ وتنفس وتولي طريه وخفيفه. ولكن هنا اللي كاين السر اللي ما كيعرفوش بزاف، خميره الحلويات مختلفه بزاف على خميره الخبز. خميره الخبز واحد الكائن اللي حي، يعني كتحتاج واحد الوقت وواحد الحراره باش تخمر. اما خميره الحلويات فهي كيماويه كتخدم في البلاصه، يعني مجرد ما ديريها في الفران راه كتبدا تخدم، كتعطي ديك الخدمه ديالها. والخطا اللي كيوقعوا فيه بزاف ديال الناس انهم كيسحب لهم باللي الا درت الخميره بزاف غادي تنفخ معايا الكيكه، وغادي كل ما درت الخميره كل ما تنفخات معايا. لا هذا غلط، راه بالعكس، راه من كتزيدي الخميره اكثر من القياس راه هذيك الكيكه كتنفخ ومن بعد صافي كتنزل وكتولي المذاق ديالها بحال الصابون. حيت كاينه واحد القاعده ان كل 200 غرام خاصك ديري فيها كيس واحد فقط، اي حوالي 10 ديال الغرامات. وما تنسايش انه مجرد ما ديري الخميره في العجينه ما تخليهاش تسنى، خصك ضروري تدخليها للفران مباشره، لان الخميره الكيماويه كتبدا الخدمه ديالها في اللحظه اللي كديريها في السائل. ايوا دابا نتوما كتعرفوا السر ديال خميره الحلويات، ماشي مسحوق عادي، وانما هي اللي كتخلي ديك العجينه ديالك تولي واحد الكيكه رائعه وكتفرحي بها. الا استفدتوا من الفيديو ضغطوا على لايك وشاركوا الفيديو مع الناس اللي كتبغيو، وقولوا لي في التعليقات شنو الحوايج اللي وقعوا في الكيكات ديالكم بسبب الخميره. ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. شكرا.